السلام عليكم أصدقائي، تحياتي إلى الجميع. بألمانيا إذا كنت تعمل وتسكن ببيت بالإيجار تدفع فواتيرك بشكل منتظم لسنين طويلة، وبيوم من الأيام بشهر من الأشهر وقعت بمشكلة مالية أو كانت عليك ديون لسبب ما، فالحياة بهذه الحالة للأسف ما راح ترحمك. هذا ينطبق على عائلة تتكون من 4 أفراد: أب، أم، وطفلين، مستأجرين شقة بمدينة اسمها نويس اللي هي بولاية شمال الراين قرب دوسلدورف. مستأجرين هذه الشقة من حوالي 9 سنوات، يدفعون الإيجار بشكل مستمر. أب الأسرة يعمل، ولكن الآن بسبب تلكؤات بدفع فواتير الإيجار بسنة 2022، تلكؤات بالعمل يعني فقدانه لمعاشه لبضعة أشهر، الآن العائلة سترمى بالشارع بنهاية شهر آب أغسطس. كان على العائلة متأخرات بالإيجار وهي مبلغ مالي قدره 1900 يورو من عام 2022، مع انهم دفعوها لهاي المتاخرات ودفعوا ايجاراتهم بالوقت المحدد هذه السنه، ولكن صاحب الملك او صاحب العقار السكني لا يرحم، والعائله اضطرت ان تلجا الى الاعلام لتصوير كل شيء وعرض المعاناه اللي ممكن تحصل لاي احد يعمل ويسكن بالايجار. طبعا العائله هي عائله المانيه، وهذه ليست كل مخاوف العائلة، بل الأم أعربت لصحيفة بيلد أنها خايفة لا تتطور الأمور وأن يأتي مكتب اليوجد أمت ويأخذ الأطفال بعد أن تنتهي مهلة إخلاء الشقة بسبب تعريض رفاهية الأطفال للخطر. لم يذكر المصدر السبب بعدم ذهاب العائلة إلى مثلا إلى السوسيال، إلى الجيمايند اللي هم ساكنين بيها أو البلدية من أجل طلب مسكن ولو بشكل مؤقت، ولكن يعني العائلة هي تعمل وسيتم يعني إخلاء هذه الشقة بشكل إجباري. والمشكلة المزعجة أن الأهل بعد أن أتاهم مانونج من قبل صاحب العقار سواء كان شخص أو الشركة، ظلوا يبحثون عن شقة جديدة للانتقال إلها، ولكن لا مهلة ل3 أشهر تكفي ولا حتى سنة كاملة تكفي لأي أحد بأن يعثر على شقة جديدة للإيجار الآن بألمانيا. كلكم تعرفون أزمة السكن مقرفة للغاية، والواحد سواء كان ألماني أو أجنبي لازم يقضي سنين طويلة بالبحث عن شقة للإيجار، خصوصا بغرب ألمانيا. أزمة سكن خانقة إلى أبعد الحدود. شيء آخر تجدر الإشارة إليه أن العائلة عملت عقد الإيجار قبل 9 سنوات، يعني تدفع نفس السعر اللي كان هو موجود بالعقد قبل 9 سنوات. كان إيجار الشقة 600 يورو بمدينة نويز، ولو تم إخلاءها وإيجارها لأحد جديد فأقل شيء ممكن أن تؤجر بمبلغ 1500 يورو. فهل سبب إخلاء الشقة هو طمع من المالك بأن يأجرها بسعر عالي؟ كلكم تعرفون الآن البيت اللي مأجره أنت ب 600 يورو بس تتركه، اللي راح يسكن بمكانك بنفس البيت ممكن يدفع ضعف السعر. مدينة نويز تعتبر الأسعار بها غالية أو مرتفعة جدا، فإن صح هذا الأمر فالوضع فعلا كارثي بالنسبة إلى أزمة السكن بألمانيا. موضوعنا الآخر أصدقائي، بألمانيا كثيرين هم من يعملون بالأسود، أي بدون علم الدولة، بدون دفع ضرائب وبدون دفع أجور التأمين الصحي. ومن يعمل بالأسود قد يكون عنده شعور بأنه راح يفلت من العقاب، ولكن عاجلا أم آجلا سيكشف بطريقة ما، لأن البلد هنا مصدر تمويل الاقتصاد الرئيسي هو الضرائب اللي تؤخذ من الأفراد، من الشركات وحتى من المصانع. اليوم بولاية شمال الراين بمدينة دويسبورغ كبسة كبيرة على على عشرات المنازل اللي يسكن بها أجانب من دول مختلفة، أغلبها دول من أوروبا الشرقية، كانوا مسجلين على أنهم باحثين عن عمل ويحصلون على مساعدات الكيندا جيل لأولادهم ومساعدات السوسيال والجوب سنتر كونهم مقيمين بألمانيا وعندهم جواز أوروبي. المشكلة أيضا أنهم مسجلين رسميا على أساس شخصين بالمنزل، منزل السوسيال أو منزل الجوب سنتر اللي يعني يدفع لهم إيجاره، وهم بالحقيقة بدل 3 أشخاص مسجلين بالشقة هم 7 أو 5، يعني أشخاص موجودين مقيمين بشكل غير قانوني ويعملون بشكل غير قانوني. حوالي 130 شرطي اليوم بساعات الفجر الأولى، موظفين أيضا من الأوسلندا بهودة، موظفين من مكتب الادعاء العام أو من قسم الضرائب، شاركوا بالمداهمة وتم اعتقال بضعة أفراد بسبب الإقامة الغير شرعية والعمل بالأسود.
والمفارقة هي أنه تم العثور على سيارات فارهة وغالية جدا، أسعارها خيالية عند بعض الأفراد اللي مسجلين كعاطلين عن العمل ويحصلون على مساعدات من الجوب سنتر، ولكنهم بالحقيقة يعملون بالأسود. ضباط الشرطة راحوا يبحثون على البريف كاست الموجود بالشقق، وسجلوا الأسماء المكتوبة على كثير من الشقق بديسبورغ، واكتشفوا أنه كثير شقق مسجل رسميا على أنه يسكن بها فردين أو 3 أفراد، ولكن بالحقيقة يعني عدد كبير من الأشخاص مقيمين بشكل غير شرعي بهذه الشقق. ما تم اعتقالهم 6 أشخاص، أغلبهم من بلغاريا ورومانيا وحتى من أوكرانيا ومن دول أخرى. الموضوع الآخر أصدقائي هي مفارقتين غريبة حصلت يوم أمس. أولها لسياسية ألمانية كبيرة وهي وزيرة الخارجية، والثانية لرجل مهم جدا بألمانيا وهو مرتبته بمرتبة وزير، وهو رئيس البوندسنتس أجنتور، وكالة الشبكة الفيدرالية كلاوس مولا. بالبداية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايابوك من حزب الخضر يوم أمس كانت برحلة بطائرة حكومية كانت متوجهة إلى منطقة المحيط الهادي حتى تزور دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وجزر فيجي، ولكن كل شيء تم إلغاءه والطائرة هبطت اضطراريا بمطار أبو ظبي بالمدينة الإماراتية لأجل إصلاح عطل كان خطير جدا، وهو عطل بالأجنحة بالجزء المتخصص بالهبوط. يعني لو تفاقم العطل كان مستحيل على الطائرة أن تهبط، وبالتالي لا سمح الله تتحطم. اليوم تبين أن الطائرة هي من طراز إيرباص 340 أو أي 340، وهي بعد ما بحثت عنها قليلا هي صنعت ب 1991 وتعتبر قديمة ومتهالكة، وتستخدمها الحكومة الألمانية بالرحلات الحكومية الهامة. وكان بنفس الطائرة عطل بشهر مايو أيار، أيضا عطل خطير تم إلغاء مشروع كبير بوقتها وسفرة كبيرة بسبب العطل. حادثة أخرى مشابهة حصلت أمس أيضا لقطار ألماني من نوع ICE. هذا القطار صار بعطل وتوقف على السكة الحديدية بمنطقة نائية قريبة على هامبورغ، وكان على متن القطار رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولا، يعني الوكالة اللي مختصة بحماية أنابيب مثلا الغاز، محطات الطاقة، البنى التحتية، الإنترنت من الأزمات الكوارث وإلى آخره. وهو رجل مهم بمنصب وزير، يعني أهميته السياسية كبيرة على مستوى ألمانيا. يقال أن القطار كان ب 200 شخص وظلوا ساعات طويلة، والمصادفة يعني غريبة جدا أن تحصل لسياسيين كبير يعني كبار بألمانيا اللي هي وزيرة الخارجية ورئيس مكتب وكالة حماية الشبكة الفيدرالية. هل هي مجرد مصادفة أم هنالك شيء يقف خلف هذه الحادثتين؟ الموضوع الآخر أصدقائي، هنالك خبر جميل جدا لكل شخص لديه جواز السفر الألماني. هذا الجواز أصدقائي، وهذا الخبر هو أن الجواز الألماني هذا العام أصبح أكثر قوة من العام الماضي، وهو يحتل المركز الثاني كأفضل جوازات السفر بالعالم من حيث عدد الدول اللي يدخلها من يحمله بدون فيزا أو بدون تأشيرة دخول. جواز السفر الألماني الآن يمكنك إن كنت تحمله أن تدخل 190 دولة بدون تأشيرة دخول أو بدون فيزا، والمركز الأول هو للجواز السنغافوري اللي دخلك 192، يعني السنغافوري المركز الأول 192، الألماني 190. الفرق يعني لا يذكر. بالنسبة للمركز الثاني اللي يشمل 190 دولة، فهنالك دولتين تتشارك مع ألمانيا بنفس التصنيف، وحاملي جوازات هاي الدولتين أيضا يستطيعون دخول 190 دولة، وهذه الدول هي إيطاليا وإسبانيا. بعض الدول تفرض على حامل الجواز الألماني تأشيرات عند الوصول إلى مطار الدولة المعينة مثل مصر، العراق ودول أخرى، يعني تطلب ملء استمارة لأجل الموافقة لغرض السفر مثل أمريكا. ومن يريد السفر لأمريكا عليه أن يملي أو يحصل على استمارة تسمى يعني بألمانيا إلكترونيشة غايزة جينيميغونغ، يعني موافقة إلكترونية لأجل السفر. هذه تحصل عليها من السفارات أو القنصليات أو الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية. أضعف 3 جوازات سفر بالعالم للأسف الجواز الأفغاني هو الأضعف، ويليه الجواز السوري والعراقي. للأسف يعني على مر السنوات ملاحظ أنه هذه الجوازات ما تحسن وضعها، ما قفزت
يعني لمراتب معينة. أكثر جواز سفر تطور بشكل كبير خلال ال10 سنوات الماضية هو جواز السفر الإماراتي. ب 2013 كان يدخل من يحمله فقط 72 دولة بدون تأشيرة، والآن يمكن لمن يحمل جواز السفر الإماراتي أن يدخل 178 دولة بدون تأشيرة دخول. جواز السفر الكولومبي أيضا تطور بشكل كبير. ب 2013 كان يدخل صاحبه 63 دولة بدون فيزا، والآن 133 دولة. تمنينا أنه نشوف دولنا العربية تصير بها طفرات مثل طفرة الإمارات أو طفرة كولومبيا، اللي هي دليل على أن دولة مثل كولومبيا كان بها فساد إداري. يعني أنت مجرد أن تذكر أمامك دولة كولومبيا يخطر على بالك العصابات، حروب المخدرات، جماعة اسكوبار والشابو غوزمان وإلى آخره، ولكن هذه الدولة يعني عافت الماضي وصارت تتطور على مر السنين، وصارت عندها علاقات تجارية ودبلوماسية، وهذا انعكس على سكانها، اللي للأسف دولنا لا تزال على مر السنوات تتذيل قائمة أسوأ الجوازات. طبعا نتمنى أن تكون الجوازات العربية هي أقوى جوازات بالعالم، لأن الناس يدفعون ثمن علاقات دولهم الدبلوماسية. بهذا الموضوع أصدقائي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استفادتوا. تحياتي لكم، مع السلامة.